السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. كم يستمر البيض مخصبا بعد غياب الديك؟ يعني الديك من دول لما يكسر على الفرخة بتفضل تبيض بيض مخصب، ولا البيض اللي بيطلع منها فورا بعد غياب الديك بيبقى غير مخصب؟ ده اللي احنا جايين نشرحه ونتكلم فيه بمنتهى التفصيل، لان الموضوع ده مهم جدا ويخص اكتر الناس اللي عندها خبرات وعايزة تزود الخبرات بتاعتها، وبتحب دايما تعرف المعلومات الدقيقة اللي تخص الطيور بتاعتها. ركز معايا لحد اخر الفيديو لانها معلومات مهمة جدا ودقيقة جدا. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. الموضوع ده هيفيد مين من الناس؟ لما حضرتك دلوقتي تكون مربي وعايز تعرف البيض اللي جاي ده مخصب ولا لا، الموضوع ده هيفيدك. لما تكون مربي لفراخ والديك مثلا فجأة كده مات او غاب من القطيع او غاب من العنبر او عي مثلا وعزلته، فبقت الفراخ تبيض عادي جدا، هل البيض ده اللي في غياب الديك هيبقى مخصب ولا مش هيبقى مخصب؟ لو حضرتك بتنتج بيض مخصب وبتبيع بيض مخصب، عمرك ما هتقدر تعرف البيضة دي مخصبة ولا لا غير لما تفتحها. في بعض الناس يعني بالكشاف كده وفي أوضة ضلمة بيقدروا يكشفوا على البيضة هل فيها بذرة ولا ما فيهاش بذرة، بس الموضوع صعب جدا او صعب شويتين. ده غير انه بياخد وقت كبير انك تتعرف هل في بذرة ولا لا، خصوصا في اول ما تتباض البيضة، يعني في اليوم الاول من انتاج البيضة. فهناخد وقت طويل عقبال ما نكشف على البيض مخصب ولا لا، لانه ساعات بيتباع بسعر مختلف او بيستقطب مستهلك مختلف بياخده علشان خاطر يرقده ويطلع منه كتاكيت. فازاي حضرتك تقدر تطمن البيض ده مخصب ولا لا لو الديك اللي انت مربيه معاهم غاب مثلا او مات؟ وهل يعني الفراخ بتفضل تبيض بيض مخصب على طول بعد غياب الديك؟ وبعد غياب الديك بقد ايه؟ كل دي معلومات مهمة جدا محتاجين نفهمها علشان اصحاب المشاريع او حتى حضرتك كمستهلك او حضرتك كواحد بيربي في البيت على السطح بتاعه. تمام، انت محتاج تعرف المعلومات دي عشان تبقى فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين، والبيض ده مخصب ولا لا، وينفع ترقده ولا لا. فهنتكلم عن التفاصيل كلها. طبعا علشان نحصل على بيض مخصب لازم تكون في ديوك مع الاناث، ما ينفعش تغيب الديوك. تمام، ولكن النسبة بينهم بتؤثر على نسبة الخصوبة. في تجارب مختلفة جدا أكدت أنه لو انخفضت نسبة الذكور إلى الإناث عن ذكر واحد لكل 8 فرخات، على حسب نوع الطيور طبعا، ممكن تبقى 6، ممكن تبقى 7، ممكن تبقى 8، المهم ان كل 8 يبقى معاهم ديك. ده يعني لو انت عندك مثلا 20 فرخة ومعاهم ديك واحد، كده النسبة انخفضت. انت اخرك 8 الى 1 او 1 الى 8، يعني ال8 فرخات يبقى معاهم ديك واحد. طب لو 20 فرخة يبقى معاهم ديكين او 3. تمام، النسبة لو قلت عن النسبة دي اللي هي 1 الى 8، ده بيؤدي الى انخفاض نسبة الخصوبة في البيض المنتج. يعني الديك الواحد له قدرة على تلقيح 8 فرخات على الاقل او على الاكثر. تمام، وتكون الخصوبة عالية جدا وكويسة جدا وممتازة جدا. انما بقى لو زاد عدد الاناث المخصصة للذكر الواحد للديك الواحد عن العدد ده، بتقل الخصوبة زي ما احنا عارفين وبنربي دايما، وبيحصل عندنا الكلام ده، وبنلاحظ فعلا ان البيض مش ملقح. تمام، ومحتاجين برضو قبل ما نجاوب على السؤال نعرف انه بتنتقل الحيوانات المنوية في الحال من الديك الى غدة تخزين الحيوانات المنوية الواقعة في الجزء العلوي من قناة البيض. ده هيفيدنا في ايه؟ كلمة تخزين دي هي اللي هتفيدنا، لان الفرخة بتخزن الحيوانات المنوية، والمعلومة دي هتفيدنا في اللي جاي من الفيديو. ركز معايا كويس جدا. يبقى قناة البيض بيبقى فيها الحيوانات المنوية، بتستغرق بقى المدة دي كلها، العملية دي كلها من 25 ل 35 دقيقة فقط، اذا لم توجد بيضة في قناة البيض. يعني لو قناة البيض دي ما فيهاش بيض اصلا،
بيتم تخزين الحيوانات المنوية. طب لو فيها بيض بيتم تلقيح البيضة او البيضتين او الثلاثة، تمام، او البيض اللي موجود، تمام، عنقود البيض، والباقي بيتخزن برضه. وفي غضون 15 دقيقة من التبويض ودخول البيضة الى قناة البيض يتجه عدد من الحيوانات المنوية الى مكان الخلية التناسلية الانثوية على سطح الصفار، على سطح البويضة. وبالرغم طبعا من نجاح أكثر من حيوان منوي واحد من الدخول إلى الخلية في آن واحد، إلا أن واحد فقط منهم هو الذي يتحد مع الخلية التناسلية للأنثى ليكون عملية الإخصاب وليتم عملية الإخصاب. التفاصيل العلمية كلها مش هنصدعك بيها. المهم الزتونة بتاعت الحدوتة دي كلها إيه؟ إن في مكان لتخزين الحيوانات المنوية، في مكان في قناة البيض، الجزء العلوي من قناة البيض بيتم فيه تخزين الحيوانات المنوية الزائدة عن حاجة الفرخة، او الزائدة عن حاجة البيض اللي موجود. فبيتم تخصيب البيض كله، تمام، او البيضة اللي موجودة في قناة البيض بيتم تخصيبها وجعلها فيها بذرة، تمام، والباقي بيتخزن فين؟ في قناة البيض، في الجزء العلوي من قناة البيض. طيب الحيوانات المنوية دي اللي بتتخزن بتفضل قادرة على تلقيح البيض اللي موجود بتاع الفرخة قد ايه؟ 4 أسابيع. 4 أسابيع هتفضل الفرخة تبيض وتاخد اللقاح بتاعها، او تاخد من الحيوانات المنوية اللي موجودة في قناة البيض. انت متخيل؟ يعني الفرخة بتبقى قادرة على انتاج بيض مخصب لمدة 4 أسابيع. 4 أسابيع، يعني حشت الديك حضرتك من عند الفرخة، حشت الديك من القطيع اللي انت بتربي فيه، هتقعد الفراخ تبيض 4 أسابيع قدام، او مش الفراخ، الفرخة تحديدا. يعني لو هي تكسر عليها النهاردة هتقعد اكتر من 25 يوم تبيض بيض مخصب. انما لو انت حشت فرخه من القطيع، ففي فراخ بقى عندك اتكسر عليها امبارح، وفي فرخه اتكسر عليها من اسبوع، وفي فرخه اتكسر عليها من 4 ايام، فكل فرخه يعني هتاخد مده مختلفه عن التانيه. لكن الفرخه اللي اتكسر عليها في يوم من الايام هتقعد اكتر من 25 يوم، حوالي 28 يوم، 4 اسابيع، تبيض بيض مخصب عادي جدا. هيفضل البيض اللي بينتج منها بيض مخصب، لان هي بتخزن الحيوانات المنوية في قناة البيض، في الجزء العلوي من قناة البيض. الموضوع ده هيفيدنا من ناحيه ايه؟ هيفيدنا من ناحيه ان احنا نبقى مطمنين ان القطيع بتاعنا لو غاب عنه الديك لفتره، عقبال ما نجيب ديك جديد او نعالج الديك العيان، او لو مات نجيب غيره، او اي تفاصيل من هذا القبيل، نعرف نطمن ان البيض اللي جاي ده مخصب ان شاء الله لمده قريبه تتخطى ال 25 يوم باذن الله. ودي كانت تفاصيل مهمه جدا حبينا نشارككم فيها. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه، ونشوفك على الف خير في حلقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.